ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اللي اول مره يشوفني، دي قناه خالتي الجميل. وانا اسمي تمورة، اخصائيه بشره وشعر، مهتميه جدا بالمجال ده. هقول لكم النهارده وصفه حلوه جدا، وصفه غسول طبيعي، حاجه في البيت وتقدري تغسلي بيها وشك وتنضف وشك كويس جدا. مين فينا الغسول بتاعها بيخلص مره واحده؟ تبقى عايزه تشتري غسول تاني، مش معاكي فلوس تشتري غسول، عايزة تستخدمي حاجة طبيعية تنضف أحسن من الغسول اللي بره اللي كله كيماويات وحاجات. بينضف البشرة جدا، هيخلي يعني تصحي كل يوم تغسلي وشك تلاقي وشك منور. يعني مش عدتش هتشتري، لو جربت في الوصفة دي ما عدتش هتشتري غسول تاني أبدا. وطريقته سهلة جدا. بس قبل ما أقولكوا الوصفة، انزلوا اشتركوا في القناة ودوسوا لايك، مش تنسوا تشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أول مكون عندي ده شوفان مطحون. جايبه شوفان وطحناه كويس جدا، لازم تطحنيه ناعم بالشكل ده، لازم يكون ناعم كده. تاني بقى مكون عندي هو ميه الورد. ماشي، دلوقتي هبدأ هحط ميه ورد على الشوفان لحد ما يديني قوام، ولا خفيف ولا تقيل، يبقى قوام زي قوام الغسول كده بالظبط. بصوا يا بنات، ده القوام اللي انا عايزاه. بصوا حلو ازاي، مفيش اسهل من كده. هنستخدم بقى الخليط ازاي؟ اول ما تصحي تبلي وشك بشويه ميه، وهنبدا نطبق الغسول ده على ايدينا. هتشوفوا تفتيح ونظافه، هينضف البشره جدا وتفتيح. هترمي الغسول بتاعك تستخدمي ده. واي واحده الغسول بتاعها خلص وحابه تستخدم الغسول ده، واقول لكم كمان ازاي نحفظه. ودلوقتي هستخدمه على ايدي عشان تشوفوه. دلوقتي طبقته على البشرة بتاعتي، كريمي حلو جدا، ملمسه حلو جدا للبشرة، بجد مش هتستغني عنه. بحركات دائرية بسيطة وابدأ اغسل بشرتي كويس جدا. ماشي، تحفة، كريمي، ملمسه حلو جدا يا بنات والله. ودلوقتي هسيبه دقيقة، يعني هتدعكي بشرتك بحركات دائرية دقيقة، وهتسيبيه دقيقة على بشرتك. وبعد كده اشطفي وشوفي بقى النظافة. آه يعني نظيف، بيفتح، بينضف البشرة جدا، مش هتستغني عنه. طيب لو انت بقى عايزة تحفظيه ازاي؟ ممكن هتجيبي في عندك طريقتين. لا اما تجيبي ميه، تجيبي الشوفان وتطحنيه كويس جدا ناعم وتحطيه في علبة، وكل يوم تاخدي حبة عليهم ميه ورد، وده الطريقة اللي انا بستخدمها. طيب ممكن طريقة تانية، هتجيبي الشوفان وتطحنيه وتحط كوبايه شوفان او نص كوبايه شوفان عليها نص كوبايه ميه ورد، وتقلبيهم كويس قوي لحد ما يبقى السمك كريمي كده، وتحطيه في التلاجة وتصحي كل يوم تاخدي منه. وقت ما تبقي عايزه تستخدميه هتاخدي منه على طول وتستخدميه غسول للبشره. هو بيقعد في التلاجة من 5 ل7 ايام. تحفه تحفه تحفه، ورخيص جدا يعني، حاجه احسن من الطبيعي، حاجه احسن من من اللي بره قصدي. دلوقتي بقى هشرب لكم ايدي عشان تشوفوا بقى هو تحفه ازاي. بصوا يا بنات، ايدي نضيفه ازاي، تحفه. بقول لكم بينضف جدا، بيفتح، لو استمريتي عليه والله احسن من الغسولات اللي بره. تحفه. بصوا، يلا بقى لو عجبكم الفيديو بتاعي مش تنسوا تشتركوا في القناه وتدوسوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عايزين طريقه اي حاجه انزلي اكتبيها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. مع السلامه.